يا عبد المعطي بيه ما تقلقش، كله تمام. اشترينا ارض كتيره وبسعر كويس. عايز حضرتك تطمن، عايزك تطمن. ماشي يا باشا، مع السلامه. ولا مجاهد، ايه الراجل ده مستعجل على ايه؟ عمرك يا جناب العمده. رحت لسليم الموارد زي ما قلت لك. خبر ايه يا عمدتنا؟ وانا اقدر اتاخر عن جنابك ولا ايه؟ وقال لك ايه؟ راسه والف سيف بيبيع بالسعر ده، وطالب في الفدان الطاقطاقين، ويقول لي دي ارض على النيل هتتباع زي الارض القبليه. ولما زودت معاه شويتين في الحديد قال لي اقول لك ايه، لو العمده بتاعك عنده كلام تاني احب اسمعه مني، وغور من هناك ما تجيليش تاني. هو قال لك كده؟ خبر ايه يا عمده وانا هكدب عليك ولا ايه؟ طب روح من وش دلوقتي، روح. الناس جرالها ايه؟ ايه الجكعه دي؟ اطمن يا كبير، كله تحت السيطرة وكله تمام، ما يهمكش أي حاجة. الناس دي هتبيع يعني هتبيع، كله قدام الفلوس بيضعف يا باشا. ما تقلقش يا باشا. يا باشا صوت سعادتك نغم بالنسبة لي. خلاص يا باشا، خلاص اوكي مفيش مشكلة يا باشا. ده انا افديك برقبتي، افديك بعمري. تحت امرك يا كبير، ولا يهمك يا كبير. مع السلامة. الكبير قال ده انا لو حصل لي حاجة هجيب عليها واطيها وتبقى سودة على الكل. تحت امرك يا فندم. في حد لسه مستني بره؟ لا يا فندم مفيش حد. طب روحي انت، يلا اتكل على الله. روحي. الو، ده احلى الو سمعتها في حياتي. ايه يا قمر، وحشاني موت. ما قلتليش ليه يا بنت ان امي موجوده؟ اهلا وسهلا يا امي. ازيك يا غالي؟ مالك؟ سلامتك يا ولدي. ابوك خلاص وافق على جواز تهاني من حميده. ولازمتها ايه الدموع دي؟ والله يا ولدي ما انا خابره اذا كانت دموع فرح ولا دموع حزن. لا، دموع فرح ان شاء الله. مش احسن من قعدتها كده؟ ولا يعني نجيبوا الباشمهندس يتجوزها غصب عنيه؟ اسكت يا بنت، اسكتي، اطلع منها عشان تأمر. واه انا كده حديتي بيوقف في حلقك ما خبراش ليه؟ وبعدها لكم يا ولاد جرى لكم ايه؟ اخذوا الشيطان امال. هو كده يا مرات عمي، ما طايقليش حديت واصل. حملينا يا بنت، حملينا قومي اعملي لنا لقمه، ولا عاوز امي اتروح من غير ما تاكل؟ ما تعمليش حسابي يا فرحه، انا لازم اعاود الدار. العمده زمانه معاود. وحد الله يا ماي، وحد الله. هاني كمان مش مبسوط من جواز التهاني دي. خبره ليه؟ لان تهاني صعبانه عليا ومش هتستريح معاه. لكن هنقول ايه؟ كفايه عين بكى على المكتوب. هنقول ايه يا ولدي؟ غلطه ملهاش ذنب فيها، هتدفع تمنها من عمرها كله. حب على يدك اما ما تقسيش عليا امال. بكره هتتجوز وتاخد عليه، تخلف منه حته عيل، هيبقى هو همها وتنسى بيه كل اللي حصل. يا رب يا رب يا ولدي يا رب. انا لازم اقوم دلوقتي. والوكل يا ماي. معلش يا ولدي، مرة تانية. ابوك زمانه معاود الدار. بالسلامة يا ماي. سلمك يا ولدي. مع الف سلامة يا ماي. غريب، مالك صاحي بدري كده؟ أنا ما نعستش طول الليل. لازم من بوك أدهم طول الليل. معلش، أنا هبقى أخده وأنام مع أمي فوق. لا يا جميلة، الحكاية
الحكايه مش كده. امال في ايه يا عاد؟ جلكتني غريب. الحمد لله على السلامة يا غريب يا ولدي. الله يسلمك يا عم. أهلا 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 يا ولدي. مبروك مجالك. أنا كنت نازل أسلم عليك بالليل بس قلت أسيبك لمرتك وولدك هم أحق بيك. تعيش يا عم. طيب أنا خارج يا جميلة، مش عايزة حاجة؟ لا يا عم، كان في كلمتين كنت عايز اتكلم فيهم مع جميله وكنت عايزك تكون معانا. اتفضل ارتاح يا عم. خير يا ولدي. والله ما انا عارف ابتدي من وين. ما تتحدث يا غريب، جلكتني. انا واقع في مشكله يا عم وعايزك انت وجميله تقفوا معاي. أنا رقبت السدادة يا ولدي، حتى لو حكمت أبيع الدار والمزرعة. لا يا عم، الحكايه مش حكايه فلوس. انا عايز النجع كله يعرف ان جميله جابت ولدين مش ولد واحد. كيف يعني؟ هنكذب وياك؟ وليه يا غريب؟ لا يا جميله، مش هنكذب ولا حاجه. انا صح هجيب ولد تاني يتربى مع ولدنا وعايزك تحبيه كيف ادهم بالظبط. ولد مين يا غريب؟ ولد احمد ابن الحاج عبد الجليل. وابوه وامه خابرين؟ لا يا جميله، ابوه وامه اساسا ما يعرفوش انه عايش، هم خابرين انه مات. انا مش فاهمه حاجه. واصل. جبت الواد من ورا اهله يا غريب؟ ايوه يا عم، واحب على يدك ما تسالنيش كيف. والحاج عبد الجليل خابر؟ الحاج عبد الجليل كان هيضربني اول ما عرف. انا مش عارف عملت كده كيف. الحكايه كلها ما خدتش ساعه بالطير لحد ما وصلنا للاقصر وجينا عشيه. ما فيش قدامي غيرك يا جميله، عايزك تقف جنبي لحد ما نشوف الحكايه دي هتخلص على ايه. قلت يا بنت الناس، لو وافقتي هيبقى جميل في رقبتي طول العمر مش هنساهولك، ولو ما وافقتيش عمري ما هقول لك اي حاجه. قلت يا بنت الاصول. قالت ايوه يا غريب. والولد وين دلوقتي؟ عند مرت حسان. روح جيب الولد يا غريب عشان يرضع مع اخوه ادهم. بنفس راضيه يا جميله؟ وربنا العالم هيكون كيف ادهم بالظبط. هقوم اجيبه. غريب هو اسمه ايه؟ الحاج عبد الجليل سماه سيف على اسم جدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ وكيف الشيخ عبد الجليل وكيف العمدة؟ العمدة بخير وبقى نائب في البرلمان. ايوه عرفته وفرحت له قوي. ما هو الباشمهندس احمد هناه في مصر. ايوه ما انا خابر، بس انت عرفت طريقة من وين؟ ما انا حضرت فرحه على الباشمهندس زميلته بالتقصير صح. يعني تعرف تدلنا على عنوانه؟ اصل انا عاوزه في موضوعك ده. هدلك على كل حاجة بس كل الاول